اثناء افتتاح المتحف المصري الكبير انتشرت انشوده باللغه المصريه القديمه زي انشوده ايزيس واللي اسمها انريمث كيمت، انشوده في منتهى القوه والجمال. ولكن احنا ازاي عرفنا النطق بتاع اللغه المصريه القديمه؟ ركزوا معايا كويس قوي. لالاف السنين محدش كان فاهم اللغه المصريه القديمه ولا حتى عارفين نطقها ولا عارفين نسمع صوتها لحد سنه 1799 لما كان في عسكري فرنساوي بيحفر في مدينه رشيد، وساعتها شاف حجر شكله غريب جدا وكان مكتوب عليه 3 لغات، هيروغليفي وديموتيقي ويوناني، ولكن برضه محدش قدر يفهمها. وفضل السر مكمل لسنين طويله جدا لحد ما ظهر شاب اسمه شامبليون وقعد يحاول يفهم الرموز دي ولكنه برضه معرفش. وهنا ظهر كاهن قبطي اسمه يوحنا الشفتشي واللي كان معلم في اللغه القبطيه. وببساطه اللغه القبطيه دي هي اللغه المصريه القديمه ولكن مكتوبه بحروف يونانيه، واللي ابتدت لما دخل البطالمه لمصر وكانوا عاوزين يلغوا اللغه المصريه القديمه، ومن هنا ظهرت اللغه القبطيه واللي بنتكلم بيها في الكنيسه لحد النهارده، واغلب القداسات بتتصلى باللغه القبطيه. وعلم يوحنا الشفتشي شامبليون اللغه القبطيه، ومن هنا فك شامبليون اول كلمه مكتوبه على اللوحه واللي كانت كلمه بطليموس الخامس. وبعدها عرفنا ننطق لغه اجدادنا. وبنعمه ربنا خلوه بودكاست دلوقتي بتعلن انها بقت جنبكم في كل حياتكم حتى في شغلكم، وهتساعد اي حد صاحب شغل سواء كان اونلاين او اوفلاين ومهما كان مكانك في العالم انك تزود مبيعاتك والعملاء بتوعك، وهتساعدكم انكم تعملوا ماركتنج وبراندنج يليق بشغلكم ويزود العملاء والمبيعات بتاعتكم عن طريق ايكو ماركتنج، واللي بسببها عملاء كتير غيروا حياتهم النهارده. تقدروا تبعتوا لنا على الرقم ده او تبعتوا على اي منصه. خلوه بودكاست معاك دايما.